يا اسطى عبده يا اسطى عبده. نعم يا باشا. بشتري عربيه يا اسطى عبده ومش هلاقي غير الاسطى عبده الفريز هو اللي يقول لي العربيه فيها ايه. عناية ليك يا حبيبي، تعالى وانا اقول لك كل اللي فيه. يوميات الاسطى عبده الفريز. حبايب الاسطى عبده الفريز، مين فينا مش نفسه يجيب عربيه ويجيب احسن عربيه في الدنيا؟ بس اهم حاجه ما تتسرعش. يعني ايه ما تتسرعش؟ معنى صح، لما تيجي تجيب عربيه لازم تهتم بفرز العربيه، بمعنى ان انت تبص على القوايم بتاعتها، تبص على الشاسيه، تبص على الاساسيات. في حاجات اهم من الموتور في العربيه. الموتور ده في الاول وفي الاخر قطعه غيار ممكن نرميها ونجيب غيرها، انما الاساسيات هي اللي ما ينفعش نلعب فيها. وهنعمل لكم فيديو تاني هنوريكم فيه عملي ازاي تفحص العربيه، وهنعمل لكم فيديو بعديه ازاي تفحص موتور العربيه. في حاجه مهمه، ان انت لما تيجي تشتري العربيه لازم تفحصها، تروح مكان يكون معتمد او تجيب فني يكون فاهم في القصه دي كويس. مش اي حد يبص واي حد يتفرج، والقصه مش قلم وجهاز بس. هنوريكم عملي الشغل ده في سوق السيارات. حبايب الاسطى عبده الفريز، ما تنسوش سوق السيارات، كل اللي نفسك فيه في سوق السيارات هتلاقيه.